اعرف ان حياتك فيها نوعين من البشر. فيه نوع بيحبك وفيه نوع بيكرهك. عاوزك دايما تحط المبدأ ده قدام عينك. النوع اللي بيحبك عاوزك دايما يشوفك حلو، دايما في العالي، دايما ناجح، دايما نظيف، دايما متقدم. النوع اللي بيكرهك مش عايز يشوف فيك اي خير، مش عايزك تكون في اي خير، لا عندك خير ولا فيك خير. هتعامل ازاي؟ مطلوب منك تكون دايما حلو، تكون دايما ناجح، تكون دايما في تقدم، دايما شكلك حلو، دايما لبسك حلو، دايما مشيتك حلوه، دايما طريقتك حلوه. طب ليه هعمل كده؟ يكفيني ان انا او يكفيك ان انت هتفرح اللي بيحبك. اللي بيحبك ده والد او والده او اخ او اخت او زميل او حبيب. انت عارف شعورهم لما يلاقوك جميل وحلو ونظيف ومتقدم وناجح. يكفي شعورهم بالفخر والاعتزاز انت ما تحرمهمش من ده. فنجاحك لاحبابك هيكون خطوه حلوه قوي، خطوه حلوه ليك وليهم، فانت ما تحرمهمش منها. طب والطرف الثاني عدوي، عدو ده هتعامل معاه برضه بالنجاح وبالتقدم وبالازدهار وبالشياكة، وحتى لو تعبان أو متألم أو فيه وجع. اوعى تفتكر إن في بني آدم في الدنيا عايش من غير وجع، لا والله ده موجود. كل بني آدم في الدنيا عنده أوجاعه وعنده مشاكله وعنده همومه، لكن أنت دورك تكون معدي قدام عدوك أو قدام اللي بيحاول يكسرك أو يقلل منك. حاول تكون دايما باشا كبير، رافع راسك وهدومك نظيفه وشكلك نظيف وعادل ظهرك، حتى لو تعبان، حتى لو عندك هموم ما توريهوش همومك، ما توريهوش مواجعك. ليه؟ لان هيشمت فيك. يكفي ان اول ما يشوفك تعبان او مريض او هيشمت فيك. ادي اخرته، ادي اللي كان بيعمل وبيعمل وبيعمل. شوف بقى عامل ازاي. يبقى انا انحنائي او وقوعي ما هينبني منه غير وجع قلب حبايبي وشماتة أعدائي فيا. يبقى أنا هستعين بالله ومش هقع. فاهمني؟ هنستعين بالله ومش هنقع، لأن زي ما قلنا وقعنا معناه هنشمت العدو فينا وهنضايق ونزعل أحبابنا علينا. وإحنا لا يلزمنا نقهر قلب أحبابنا ولا يلزمنا ان احنا نشمت فينا اعدائنا. فعشان كده هننجح، عشان كده هنكبر، وعشان كده هنتقدم، وعشان كده هيكون بكره افضل من النهارده. عشان يهمنا ان نكون ناجحين، عشان لو مش عشاننا، عشان لا نشمت فينا عدو ولا نقهر قلب حبيب علينا. افهم كويس الكلام ده.